طول عمري كنت بسأل ازاي في بنات واثقة من نفسها كده طول الوقت لحد ما اكتشفت الحقيقة. وعايزة اقول لكم ان الفيديو ده هيبقى متقسم نصين. النص الاولاني هنناقش حقيقة ناس كتيرة قوي ما تعرفهاش مش واخدة بالها منها، والنص التاني هنتكلم على خطوات تعلي من ثقتك في نفسك لو فعلا ثقتك في نفسك قليلة. اول حاجة بقى يا بنات اكتشفتها انه مفيش انسان سوي وطبيعي ما بتعديش عليه لحظات قلة ثقة في النفس، لحظات شك، لحظات تردد. ترى انا اسمي روناء، ولو ما عندكش اخت كبيره هبقى مبسوطه قوي لو اعتبرتيني اختك الكبيره. الناس اللي انتوا بتشوفوهم على طول واثقين في نفسهم، يا اما هم مش بيتكلموا عن ده قدام الناس، او ممكن شكلهم الحلو قوي او طريقتهم الحلوه قوي بتديكوا الايحاء ده ان هم طول الوقت واثقين من نفسهم، وده مش حقيقي لو هم اشخاص اسوياء. او ممكن في اشخاص بقى بيبقى عندهم كده سنه من عدم السواء النفسي، او اشخاص حاطين قناع، وده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. بس قبل ما نتكلم في الحته دي، عايزه اقول لكم فكره ان احنا احيانا نبقى شاكين في نفسنا، احيانا نبقى مترددين، ده شيء طبيعي جدا، ويمكن ربنا خلقه فينا علشان نبص على الناقص اللي فينا ونصلحه، يساعدنا على تطوير الذات. لو انا واثقه من نفسي مليون في المية في كل حاجه كل حاجه كل حاجه، في حاجات كتيره قوي هتفوتني، تمام، وانا في حاجات ناقصاني فعليا، في حاجات كتيره قوي هتفوتني المفروض اطور من نفسي فيها، وده ما بيحصلش. الناس اللي باينين ان هم واثقين في نفسهم طول الوقت ممكن يكونوا ناس متفهمه وعاقله، عارفه انه طبيعي جدا طبيعي جدا. وعلى فكره دي يعني ما اعتقدش الناس كتيره عارفاها او ناس كتيره مدركاها، انه مثلا لو انت كنتي في بيت ونقلتي لمنطقه احسن، نقلتي لبيت افضل، جيرانك فيه احسن، ممكن للحظه تحسي لبسهم احلى، اشيك، طريقتهم في الكلام احسن، فيبتدي ده يلفت نظرك ان انت تطوري من الحاجات دي فيكي. لو مثلا رحتي وظيفه والوظيفه دي بتتطلب مهارات معينه انت محتاجه تشتغلي عليها، ممكن للحظه تحسي بالشك في الذات، للحظه تحسي بالتردد. بس ليه في ناس مش بيبان عليها ده؟ لانها مدركه ان دي مرحله طبيعيه، وزي ما قلت لك دول ناس قليله. طيب بعض البنات اللي بنشوف منهم ثقه فيك قوي على السوشيال ميديا، او مبالغ فيها قوي قوي قوي، تحسي هي كده ازاي يعني؟ عايزه اقول لكم ان احيانا بتبقى حاجتين بقى مش ظروف. اول حاجه قناع. هقول لكم على حاجه، عارفين الشخصيات اللي هي السامه قوي النرجسيه وكده، وطبعا احنا مش جايين نتكلم على دول هنا يعني، بس انا بقول لكم ان احيانا الناس دي بتبقى الناس دي بتبقى هشه جدا من جواها، ما عندهاش ثقه في نفسها خالص، عارفه ان هي مثلا من جوه مش حلوه او كده، او لو حد فتش جواها هيشوف حقيقة مرة أو حقيقة صعبة، أو إن هم قليلين، أو إن هم شايفين نفسهم قليلين أو كده، فبيبتدوا يعملوا قناع. تلاقيهم بيتعاملوا مع الناس باستحقاقية مفرطة، عايز ياخد طول الوقت وما يديش، عايز يعمل ناس وحش والناس تحبه، فده اسمه قناع. في ناس بقى من كتر ما هي من جوه هشه قوي 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 قوي، فبتلبس قناع ثقه في النفس مبالغ فيها قدام الناس علشان محدش يكتشف ده جواهم، فبيبقوا من بره حاجه ومن جوه حاجه، وده شيء مجهد جدا مع الوقت. وعايزه اقول لكم على حاجه، الناس دي بتبقى بتلمع، الناس دي ممكن تجيلها فرص، الناس دي يمكن عشان صوتها عالي شويه بتحقق حاجه او بتوصل لمكانه معينه يمكن هي ما تستحقهاش، بس صدقوني بيوصلوا عند مرحله معينه ويفشلوا في الاماكن دي، الا بقى اذا كان حظهم حلو قوي 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 او مسنودين او كده. وبالمناسبه ولا حلو ان انا ابقى شخص عندي مميزات ومش واثق في نفسي، وعشان كده احنا هنتكلم في الجزء الثاني من الفيديو على الحته دي بالذات، ازاي بقى انا اخد ده او ابقى بتكلم بثقه، ابقى صوتي عالي ومسموع، مش عالي يعني بزعق، صوتي مسموع عشان واثقه في نفسي وفي قدراتي، وفي نفس الوقت شخصيه متصالحه مع عيوبها او بتشتغل عليها او كده. فازاي ابقى انا من جوه سليمه وسويه ويبان عليا ده من بره، واخد من الدنيا الحاجات اللي الناس دي اللي حاطه قناع وهمي من بره بتاخدها عشان بس هم راسمين صوره. عشان كده يعني تكمله الفيديو مهمه. نرجع تاني لموضوعنا، يا اما بقى بتلاقوا شخصيات منفصله عن الواقع. يعني هقول لكم على حاجه، في كده نماذج احيانا بنشوفها، مش منتشره بس احيانا بنشوفها، اللي هي مثلا بنت تبقى ما عندهاش اي حاجه تخليها مغروره بس هي مغروره. يعني مثلا لو بنت حلوه قوي ومغروره احيانا بسبب تعامل الناس معاها الحلو بزياده، الكلام ده كله، فممكن نقول ماشي غرورها صفه كريهه، بس على الاقل هي بتجذب الناس بالحلاوه دي،
فاهمين؟ لكن بنت ما تكونش عندها اي حاجه من الحاجات دي خالص، مش شكلا عاديه جدا، شخصيتها مش حلوه، كمان مبوظاها اكتر بالتكبر المبالغ فيه بدون اي سبب، فهي حرفيا بتخسر كل حاجه، وده مش ذكاء بالمناسبه. اظن ان انا فسرت لكم حته هي ليه في ناس طول الوقت بتنواثقه من نفسها، يا اما قشره خارجيه، يا اما انفصال عن الواقع، يا اما شخص متصالح مع لحظات انكساره، لحظات شكه في نفسه، وما بيبانش عليه ده قدام الناس. يعني هو متصالح مع ده فبيبقى شكله عادي او طبيعي، واصلا هو ناجح وبيشتغل على نفسه في حاجات طول الوقت، فيبان قدام الناس دايما هو متماسك. طيب امتى يا بنات ابقى واثقه في نفسي؟ وده النص التاني من الفيديو. بصوا يا حبيباتي، اول حاجه انت محتاجه تشتغلي عليها ان انت تتصالحي، الحاجه اللي احنا قلناها في الاول اللي بتخلي بعض الناس ما يبانش عليها ان هي شاكه في نفسها او متردده في اللحظه دي، ان هم متصالحين مع ده دلوقتي. تصالحي مع الفكره دي، واعرفي ان انت اصلا زي ما قلنا مش عايشه في الديلوجن، مش عايشه في الوهم، او ان انت حاطه قشره خارجيه، لا انا واثقه في نفسي، انا ما حصلتش، انا جامده، انا ما فيش زيي انا. لا، انت عادي بتشوفي ان انت احيانا بتبقي شاكه في نفسك او متردده، او بقيتي في موقف عمل فوكس على عيب فيكي، او سلط قوي الضوء على عيب فيكي او نقص فيكي او كده، ان انت تتصالحي مع ده. اولا ده دليل على ان انت انسانه سويه، بتشوفي احيانا النقص فيكي عادي، وخلي بالك ده بيساعدك على التطوير لو بصيتي له بالزاويه الصح. لو بصيتي له بزاويه الاحباط ومش هكمل ومش عارفه ايه، هتقعي. لو بصيتي له بالزاويه الصح، انا هشوف ايه اللي انا محتاجه اشتغل عليه واشتغل عليه، ده هيطور منك صدقيني. زي ما قلنا كده، رحتي مكان مثلا في ناس بيلبسوا احسن منك، طيب ما ازاي اطور من لبسي؟ ازاي اخلي لبسي شكله اشيك؟ ادور كده على بنترست واشوف مثلا ملابس محجبات شيك كاجوال، او ملابس باللون بالالوان المناسبه للبشره القمحيه، الوان مناسبه للبشره البيضاء. ففكره ان انت تقعدي تطوري من نفسك دي حاجه جميله جدا، وان انت تتصالحي مع فكره انه احيانا هيعدي عليكي اوقات انت شايفه ان انت حاسه بنقص شويه. انت عارفه اصلا ده دليل ان انت اتطورتي او طلعتي قدام في بعض الاحيان، ان انت خلاص ما بقيتيش راضيه بالمقاييس القديمه، بقى في مقاييس جديده انت محتاجه تشتغلي عليها. تاني حاجه بقى، ودي كلمه السر ودي المفتاح، تتصالحي مع عيوبك. عارفين امتى الانسان بيحس ان هو مش واثق في نفسه، وامتى الناس بتحس او البنات بتحس ان هي مش كفايه او كده؟ ان هي شايفه عيوبها ومش متقبلاها. في عيوب بنشتغل عليها ونقدر نغيرها، وفي عيوب مش هنقدر نغيرها. حاجه في الشكل مش هقدر اغيرها، حاجه في الجسم مش هقدر اغيرها، حاجه ممكن احسن منها بنسبه 70 80%، حاجه ممكن احسن منها بنسبه 100% بس هتاخد مني وقت. انا متصالحه مع كل ده. ايه ده انت مليانه من فوق شويه؟ عادي، انا عارفه ده، وبصراحه متصالحه معاه لدرجه ان انا بقيت حباه كمان. وما تتهزيش، ما تتهزيش. انتي بطنك مش فلات. على فكره انا لقيت ان البطن الفلات دي اساسا موضه جديده. طول عمر الستات اللي مليانين انوثه زي مارلين مونرو ومش عارفه مين عندهم البطن دي. وعلى فكره بشتغل على نفسي في رياضه وغيره وبتاع، وكون انها مش عايزه تتعدل دي حاجه مش فارقه معايا خالص. ويبقى من جواكي فعلا مش فارق معاكي، تصالحي مع عيوبك. عندك عيب في شخصيتك مش قادره تغيريه، عندك عيب مثلا في، هقولك على حاجه، كانت هنا الزاهد بتتكلم على صوتها. انا من اول ما سمعت صوت هنا الزاهد بالنسبه لي كان مميز وحبيته موت. هي لقيتها طالعه في برنامج بتتكلم ان صوتها تخين شويه وانها مش بتبقى حباه. مع كده في البرامج بتقول ده عادي، مع كده في الافلام ممكن كمان تقعد تزعق، او لو طلعت بنت شعبيه تبقى بتخن صوتها قوي او كده، والموضوع تحفه عادي جدا. هي دي الفكره، فاهماني؟ يعني ده مجرد مثال، مش ان انا بطل اشتغل على عيوبي، ومش ان انا بس عادي انت شايف فيا عيب او انت شايفه فيا عيب، عادي انا شايفاه وبحبه ومتصالحه معاه. بعدين فده بيدي اصلا ثقه في النفس، ده ما بيخليش عندك نقطه ضعف حد. اصل يعني ايه نقطه ضعف؟ يعني نقطه مسببه لك انت ضعف. لو النقطه دي مش مسببه لك انت ضعف مش تفرق. امتى عيبك يكسرك؟ لو انت مش متصالحه معاه. لكن لو انت متصالحه معاه ومش فارق معاكي، هيكسرك ازاي؟ دي حتى اسمها نقطه ضعف. لو انت بالنسبه لك نقطه الضعف او العيب ده مش نقطه ضعف، هي نقطه عادي، نقطه في بحر انجازاتي،
نقطه في بحر مميزاتي الحلوه ومتصالحه معاها جدا، صدقيني مش هتفرق، مش هتفرق، ومحدش هيقدر يكسرك او يحط عليكي خلاص. تالت حاجه بقى، حبي نفسك ودلعيها واهتمي بيها على قد ما تقدري، لعبيها رياضه على قد ما تقدري، اكليها اكل صحي على قد ما تقدري. عارفين لما بيكون بنحب حد قوي بنتعامل معاه ازاي؟ بنتعامل معاه بالشوكه والسكينه ونطبطب عليه، ولو قال لنا ده انا عندي العيب الفلاني هقول له لا بالعكس ده انا شايفاه ميزه. ليه ما بنحبش نفسنا بحب صحي كده؟ على فكره ده حب صحي والله، مش حب، مش غرور يعني ولا حب مرضي. اللي هو ليه ما اقعدش اطبطب على نفسي واقول الله انت جميله انت حلوه بيني وبين نفسي، مش شرط اقولها بصوت عالي يعني عشان ما يبقاش شكلي مجنون، بس بيني وبين نفسي ليه ما اقولش لنفسي الله انت جميله؟ ليه لما بشوف في نفسي عيب مثلا ما اقولش ده انت عندك مليون ميزه تانية عادي ما تعدي العيب ده، ايه المشكله؟ اشتغلتي عليه وما عرفتش تغيريه، اشتغلتي عليه وبيتغير، هتعملي ايه يعني؟ حبي نفسك ودلعيها كده ودلليها. العبي رياضه مش من باب جلد الذات، من باب ان انت تزودي ثقتك في نفسك من بره ومن جوه. من جوه الالتزام هيزود ثقتك في نفسك، من بره شكلك الحلو هيزود ثقتك في نفسك، والشكل مهم والله العظيم مهم، مهم. وعلى فكره الشكل مش بمعايير معينه، بشوف ستات باختلاف اشكالهم واحجامهم والوانهم، السمراء والبيضاء والرفيعه والمليانه اللي واثقه في نفسها ومهتمه بنفسها كده ومحنتفه كده، عارفين محنتفه اللي هي مهتمه بكل حاجه فيها دي. والله بحس ان كلهم جمال، كلهم جمال، ما فيش مثلا حاجه احلى من التانية الا اذا كان حد عنده تفضيلات معينه، حد بيفضل الرفيعه، حد بيفضل المليانه، وحد بيفضل يعني الدنيا اذواق، الناس اذواق بجد. انت لو يعني في فيديوهات كتير، بصي في فيديوهات كتير قوي عن الثقه بالنفس، بس الحقيقه يعني في فيديوهات بتلمس حاجه جواكي. اتمنى يكون الفيديو ده لمس حاجه جواكي، يعني وصل لحته انت ما كنتيش فاهماها، لمس جواكي حته كنت عايزاها تصحى وصحت وبس كده. لو وصلتي للنقطه دي فانا متاكده ان انت محتاجه ان انت تشتركي في القناه عشان تشوفي محتوى تاني قريب ان شاء الله. ده كان فيديو فضفضه من نوع، وعلى قناتي التانية اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن عشان تعملوا عليها سبسكرايب، فضفضه من نوع اخر. ممكن بقى تروحوا قناتي التانية وتشتركوا فيها علشان تشوفوني هناك كمان لو انتم مهتمين بالمحتوى العميق اللي هناك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، بحبكم جدا جدا جدا، باي باي.